اخطاء بتحصل واحنا بندرس فوكابيلري. اول خطأ هتكلم عليه النهارده واحنا بندرس فوكابيلري، خلينا نقول ان هو مع beginners او لسه ناس مبتدئه في اللغه. تدخل تقول لهم this is an orange. فايه الخطأ هنا؟ telling not asking. طيب لما انا بقول لهم، ايه المشكله في ان انا اقول لهم؟ ما انا بعرفهم المعلومه. هو انا هدخل اسالهم؟ احنا عندنا الثقافه في الشرق الاوسط، الطالب بيبقى محتاج يقعد كده والمدرس يبقى هو المصدر الوحيد للمعلومه ويقول له. فانت ممكن هتسمع في السلسله دي كلمه passive learner كتير، ان هو قاعد ما بيعملش اي حاجه، قاعد متلقي للمعلومه وعايز المدرس يديله كل حاجه. فتاني، telling not asking is a problem. طب ليه هي مشكله؟ لو هو عارف فانت بتكرر له المعلومه اللي هو عارفها. لو الكلاس كله عارف ان دي اورنج فانت بتقول لهم this is an orange، هو كده بقى passive learner وكان عارفها. طب لو مش عارفها، انت لو سالته عملت حاجه كده، يعني you activated their brains. انت خليت دماغه تتنشط، هو دلوقتي عايز يعرف دي. وفي السايكولوجي وفي الاديوكيشنال سايكولوجي بصفه عامه احنا بنقول طالما انت شغلت مخه وخليته يفكر، الريتنشن هيبقى اعلى. يعني ايه الريتنشن؟ يعني هيحتفظ بالمعلومه اكتر بكتير مما تقول له this is an orange. فخد بالك، ask do not tell. طيب لو هو كان عارفها، يعني مجموعه من الكلاس او مجموعه من الستودنتس في الكلاس عارفينها وقال لك orange، فانت كده عملت confidence boosting للمجموعه اللي انت قلت لها excellent. خلاص هو كان عارفها او مجموعه كانت عارفاها فقالوا، فحسوا بشيء من الاتشيفمنت. تمام. فلما يحسوا بشيء من الاتشيفمنت فانت كده نفسيتهم يعني بيبقوا مبسوطين وهم قاعدين في الكلاس روم بتاعك. انت ما دخلتش قلت لهم this is كذا assuming ان هم مش عارفين، لا انت اديتهم امبريشن كده ان انت واثق فيهم وبتسالهم، ولما جاوبوا انت كده ايه؟ علت لهم الكونفيدنس لان انت قلت لهم اكسلنت. وطبعا هنخش في الخطوات اللي بعد كده. انت عملت اليسيتيشن بالرياليا. بعد كده انت مش محتاج تعمل كونسبت تشيكينج، مش محتاج تقول لهم this fruit do we eat. مش محتاجين نعمل لحاجه كونكريت سي سي كيوز. بلاش الموضه اللي طالعه بتاعت السي سي كيوز دي ارجوكوا، عشان يعني بزياده لما تكون حاجه كونكريت ما تسالش سي سي كيوز. ارجوك ما تنساش المعلومه دي. يعني اي سي دي دبليو لو حاجه كونكريت وقع السي وانت قلبك جامد كده، الا في بعض الاحيان البسيطه جدا. طيب يبقى اول خطا ان انت you are telling without asking. فاسال الاول وانت معاك يعني احد العناصر المساعده او صوره طبعا، لو هي حاجه كونكريت حاجه ملموسه. سبون فيدنج لا، this is an orange do not spoon feed your students. خلاص الزمن ده فات. رقم 2، ان انا داخل عندي لستة كلمات، فهمشي من كلمة لكلمة. انا واقف بشرح عندي 8 كلمات النهاردة او 10 كلمات او 12 كلمة على حسب الوقت اللي موجود، وماشي من الكلمة دي بقول لهم الكلمة دي وتعرفها. خلصت الكلمة اللي بعديها وتعرفها. انا واقف برضو، انا المصدر الوحيد للمعلومة، وماشي في الكلمات لوحدي وهم قاعدين او قاعدين مستمعين فقط. passive learners، عايزين يبقى في interaction. طيب النقطة دي ايه الحل؟ لو انا عندي لستة كلمات وهم ليفل اعلى شوية ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ماتشنج تاسك. دي ابسط انواع التاسكس اللي تخليك تساعد الستودنتس تو جيت انفولد ويبقى في انتراكشن. طب الماتشنج دي هخليهم يماتشوا ايه بايه؟ هخليهم يماتشوا الكلمات. طب لو هم ليفل قليل هيماتشوا الكلمات بصور. يبقى في هنا صف كلمات وفي هنا صف صور حتى لو صغيره شويه، هيعملوا ماتشنج للكلمات مع الصور. طب لو مستوى اعلى شويه ممكن يبقى ماتشنج للكلمات بالسينونيمز بتاعتها او للانتونيمز بتاعتها. طبعا السينونيمز هتبقى اسهل من الكلمات نفسها، وده element في التست تيتش تيست ان انا اديتهم حاجه يعملوها. طيب ايه تاني ممكن يعملوا ماتشنج ليه؟ الكلمات بالديفينيشنز، ولازم اركز ان الديفينيشنز لا تحتوي كلمات اصعب من التارجت وورد. يبقى instead of telling, instead of going through the words one by one، انا عملت لهم تاسك بشوف هم
يعني عندهم ايه، معلوماتهم عامله ازاي، وبناء عليه هبدا اركز على الكلمات اللي ما كانوش عارفينها قوي، عشان ما اضيعش وقت في شرح كل الكلمات اللي انا داخل اشرحها ممكن يكونوا عارفين. فده element of testing. واتفقنا ان الماتشنج ممكن يبقى كذا حاجه، مش لازم يبقى كلمات وديفينيشنز، لا، كلمات وسينونيمز، كلمات وانتونيمز، على حسب طبيعه الكلمات. تالت حاجه دي، انا هديكم مثال بكلمه often او often وكلمه sometimes. لو انت هتشرح if you're going to explain the degrees of frequency or the adverbs of frequency، هتشرح كل adverb لوحده كده، انت هتتعذب، هتتكلم كتير، المعنى مش هيوصل solid للستودنتس. فانا ممكن اعمل ايه عشان اوصل المعنى بشكل solid للستودنتس من غير ما ابذل مجهود كبير ومن غير ما اتكلم كتير؟ في حاجه اسمها كلاين. كلاين ده يعتبر يعني خط، يعني vertical or horizontal، مفيش اي مشكله خالص. على اقصى اليمين فيه بنحط الديجري العاليه جدا او المنخفضه جدا، وعلى اقصى الشمال بنحط العكس. يعني هحط في اول الكلاين لو انا عامله فيرتيكال من فوق وهكتب 100%، هكتب كلمه always. طيب، وهكتب تحت صفر وجنبيه كلمه never، وابدا اديهم التاسك او بقيه الفريكونسي ادفيربس واقول لهم حاولوا ترتبوهم. ولو حطيت لهم درجات كده هم هيرتبوهم، فكده هم عرفوا درجه كل واحده من غير ما انا اشرح كتير واتكلم كتير. وحتى مع الشرح الكتير والكلام الكتير ممكن المعلومه ما تروحش، المعلومه ما توصلش، لان انا عايز اشرح كلمه ايه الفرق بين always و sometimes و usually. هقعد اشرح معنى كل واحده، هدي definition لكل واحده، الموضوع هيبقى صعب جدا. هديك مثال تاني، كلمه boiling وكلمه freezing هنحطهم على طرفين الكلاين. الطرف اقصى اليمين هحط كلمه boiling، واقصى الشمال هحط كلمه freezing. بدل ما اقعد ادي ديفينيشن لبويلنج وادي ديفينيشن لفريزنج، لا، انا هحطهم على اقصى اطراف الكلاين. لو انت عامله بالطول طبعا، يعني بويلنج هتبقى فوق، ده حر جدا، فريزنج هتبقى تحت خالص. واديهم بقى هوت، وورم، هديهم كول، كولد، تشيلي، وهكذا. فيبداوا يرتبوا، خلاص هم عرفوا ان بويلنج اكثر حرا من هوت، وعرف ان هوت اكثر، يعني درجه الحراره اعلى من warm. فهي ماشيه كده فيجوالي بشكل منمق وبشكل ما فيش فيه كلام كتير. فلو عندك حاجه فيها ديجريز استخدم الكلاين، تمام؟ ما تشرحش وما تديش ديفينيشنز، لان مش هتبقى كفاءه، مش هتوصل لهم بالشكل القوي والسريع والمؤثر زي ما يكون في كلاين، وهتتكلم كتير. فكل دي عيوب موجوده في ان انت تشرح حاجات فيها ديجريز من غير ما تستخدم كلاين. كلاين CLINE. طيب، الخطأ اللي بعد كده ممكن نقول احنا كده وصلنا للخطأ الثالث. الخطأ الرابع over reliance on pictures even when you are clarifying abstract words or abstract items. انا دلوقتي عايز اشرح كلمة معينة، يعني personality adjectives، عايز اشرح حد determined، فانت ليه جايب لي صورة ايموجي عامل كده؟ يعني او جايب لي يعني حد كده شبه الكبير. لو انت عايز تشرح حاجات abstract حاول تتجنب استخدام الصور. يعني لو انت عايز تشرح كلمة health حاول تتجنب انك تجيب شخص physically fit واقف قدامهم عامل كده، هيقول لك strong. لو انت عايز تشرح كلمة زي frustrated حاول تجيب، يعني حاول تديهم definition، حاول تديهم على حسب برضو الليفل عامل ازاي. احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن ال 8 or 9 different ways of elicitation. الاليستيشن بتعمل ازاي؟ مش كله صور. طيب frustrated ممكن تيجي بايموجي غاضب بس هيقولوا لك angry، فانت ممكن تقول لهم it's like more than angry. انت طالما الحاجه abstract استخدم الوسائل التانية، ما تستخدمش visuals هنا طالما هي abstract. طبعا منهم miming definition، منهم context، منهم synonyms، منهم antonyms، منهم exemplification او giving examples. تعتمد بشكل مطلق على الصور، لان انا بشوف مدرسين كتير بيروحوا يدوروا لكلمه زي determined، وهستخدمها تاني في مثال تاني النهارده. كلمه زي determined يستخدموا لها صوره،
والطلبه تقعد تجيب كلمات كتير قوي ما بيطلعوش بكلمه determine، فبيضطر المدرس يعمل ايه؟ بيضطر يجيب definition او بيضطر يديهم مثال على شخص determined. فالصوره ما فادتكش، فانت ضيعت وقت اثناء البلاننج في التدوير، وضيعت وقت اثناء الالستيشن وانت بتشرح، لان الصوره ما كانتش احسن حاجه لكلمه abstract. قلنا الخطا الرابع over reliance on pictures. حتى لو انت بتدرس حاجات abstract مش ملموسه زي كلمه decision، زي كلمه determined، بنستخدم الطرق الثانيه، ما بنستخدمش صور كلمه زي decision او determined او اي حاجه abstract. الخطأ الخامس واحنا بنشرح vocabulary ان انت تدي للطلبة يشوفوا الكلمة مكتوبة الاول، تديهم الwritten form قبل ما تديهم المينينج، وتدربهم على البرونانسيشن، تسمعها لهم. بنعمل حاجة اسمها modeling، وبعد كده بنعمل drilling، بنخليهم يكرروا ورانا بحيث ان هم النطق يبقى واصلهم تماما قبل ما يشوفوا الwritten form. وهديك مثال تاني بكلمة determined. كلمة determined فيها المقطع M-I-N-E-D M-I-N-E. انت شفت M-I-N-E او الطلبة شافوا M-I-N-E ففكرتهم بكلمة mind، فهو غصب عنه قال determined. هو شافها مكتوبة، هي خلاص اتنطقت في دماغه determined لان هو درس mind في ليفلز قبل كده. هتلاقي في مدرسين ما زالوا بيقولوا determined وبينسوا بيصححوها لنفسهم لان هي فوسيلايزد من زمان، من ايام ما كانوا طلبة. فليه؟ احنا وريناهم الريتن فورم الاول. I don't know، هو شاف الكي مكتوبه الاول فلزقت في دماغه كنو او كنايف. فليه؟ حاول بقدر الامكان تتجنب ان الطلبه يشوفوا الريتن فورم الاول، وركز ان هم يعرفوا المعنى الاول، لان من غير المعنى، تخيل انت مثلا انت في كلاس صيني والتيتشر صيني، ودخل قال لك الكلمه دي بتتنطق بالشكل الفلاني وخلاك تنطقها صح. طب انت عارف انت بتنطق ايه؟ طب انت مرتاح نفسيا وانت بتنطق حاجه انت مش عارف هي ايه؟ طب ما ممكن تكون شتمه، ممكن حاجه لا تتناسب مع ثقافتك او عقيدتك او اي حاجه وانت مش عايز تقولها. لا، انا عايز اعرف المعنى الاول وبعد كده تقول لي بتتنطق ازاي، او تقول لي اذا كانت ناون ولا فيرب ولا ادجكت. انا مش مهتم، انا مهتم بالمعنى اول حاجه كطالب سايكولوجيكلي، المعنى الاول. تمام؟ فارجوك خد بالك من النقطه دي كويس قوي. المعنى الاول، بعد كده موديلنج اند دريلنج عشان تعرفهم البرونسيشن وما يحصلش اي فوسيلايزيشن. الفوسيلايزيشن ده بيحصل من يعني الانكونسيستنسي ما بين الكلمات، السبيلنج ونطقها. مفيش في الانجليزي الموضوع مش ماشي بالمسطره، الكلمه بتتكتب بالشكل الفلاني يبقى تتنطق بالشكل الفلاني. لا، الطلبه لسه محتاجين يتعلموا المعنى، بعد كده يعرفوا النطق، بعد كده يشوفوها مكتوبه، عشان لو طلع السبيلنج مش ماشي مع النطق ما تترسمش في دماغهم وتتنطق غلط. خلينا احنا شرحنا معنى الكلمه، عملنا اليسيتيشن قوي وعملنا سي سي كيوز قويه، عملنا موديلنج اند دريلنج، بعد كده كتبناها وعرفناهم الفورم ووريناهم الفونولوجيكال فيتشرز. طيب بعد كل ده طبعا احنا بنعمل ECDW لو الكلمه abstract. elicit, concept check, model and drill, and finally write. elephants can drink water. وانت بتكتب، انت مش بس بتكتب عشان توريهم السبيلنج او الفورم او تحط ان او فيرب او كاونت او لا، انت بتكتب برضو عشان توريهم الستريسد سيلابل فين، ولو في ساوند معين فيه بروبلم توضحه. خلاص انت عملت كل حاجه، ولما تيجي تكتب انت بتزين الكلمه بكل الكلمه محتاجاه كفونولوجيكال فيتشرز. ما بنكتبش الفورم بس، ما بنكتبش السبيلنج بس، بنوريهم الستريسد سيلابل فين. ولو في بروبلماتيك ساوند زي كلمه كف مثلا، الجي اتش ممكن احط تحتيها خط كده بالماركر الاخضر واقوم حاطط اف بين تو سلاشز. تمام كده؟ ما كتبتش الفورم فقط، ولكن كتبت كمان الفونولوجيكال فيتشرز. خليني عملت كل ده بشكل صحيح. الخطأ اللي بعد كده اللي معظم المدرسين بيتخيلوا ان هم بيعملوا براكتس، ان هو يقول للستودنتس put it in a sentence. ده الخطأ رقم 6. asking your students to put the word in a sentence immediately after you clarify the meaning, form and pronunciation and form. دي احد الاخطاء او احد الطلبات اللي هي overwhelming للستودنتس. it's really overwhelming. انا لسه متعلم كلمة حالا، لسه عارف معناها دلوقتي.
هرجعك تاني للكلاس الصيني. انت كمدرس انجليزي، انت احيانا احنا بننسى قدرات الطالب اللي قدامنا عامله ازاي. فانت دلوقتي مدرس انجليزي وقررت انك تتعلم صيني. تخيل انت لسه اخد كلمه بالصيني حالا، انت في ليفل انترميديت حتى متوسط. هل انت من الكفاءه بالصيني انك تحط الكلمه دي في جمله؟ لسه عارف معناها من دقيقه، ولسه متدرب على نطقها من 30 ثانيه، ولسه عارف بتتكتب ازاي او الفورم بتاعها من 15 ثانيه. هل انت جاهز انك تحطها في جمله؟ ده انت لو بتقول لي حط لي كلمه بالعربي في جمله، يعني انا عربي وانت عربي، وقلت لي حط الكلمه دي بالعربي في جمله، كلمه لغه عربيه فصحى انا لسه متعلمها عربي، هتلاقيني اتلجلجت. ليه؟ انا عقلي مش جاهز. في حاجه اسمها كنترول براكتس الاول. الجمله دي اتس سيمي فرير براكتس او سيمي كنترولد. احنا عايزين حاجه الاول to get them more familiarized with the word. مش هينفع اول ما يتعلمها يحطها لك في جمله، او هتلاقيه بيقول لك جمله يعني شديده السطحيه. هتلاقيه بيقول لك I like determined. طب هي الجمله دي مش صحيحه، هو لسه متعلم determined دلوقتي. I like determined people. طب الجمله دي صحيحه، بس انا هحط I like و I hate جنب اي حاجه هتشتغل. I like I love I hate. خلاص هو عارف الثلاث كلمات دول. هل ده سياق طبيعي؟ هل دي الجمله اللي انت نفسك تسمعها هل كده هو عمل براكتس للكلمه اللي اتعلمها؟ لا، في تدرج وتسلسل منطقي لانتاج الكلمه. مش عايز اطول عليكم في الحلقه. الخطأ السابع: teaching low frequency words before high frequency words. انا بحب الفوكابلري جدا وبحب ازود معلومات الطلبه، فانا قررت اديهم كل انواع الطيور النهارده. طب هو اتعلم كلمه بيرد الاول؟ هل انت متاكد ان هو عارف كلمه بيرد لما هتدرس له ايجل؟ لما هتدرس له، انا مش فاكر اسماء طيور دلوقتي، انا كنت عارفهم كلهم ايام ما كنت مرشد سياحي وبعمل بيرد واتشنج تريبس في اسوان. طيب النقطه السابعه: do not teach low frequency words before you teach them the high frequency ones. يبقى كده مش هدرس لهم كلمه، يعني مش هدرس له كلمه سكرو درايفر قبل ما ادرس له كلمه تول. فاهم قصدي؟ يعني كلمه تول هي الاعم، ما ينفعش اديله سكرو درايفر وكده كده انا هحتاج كلمه تول فيها في الديفينيشن. فلازم الكلمات الهاي فريكونسي تتدرس الاول. وعشان كده اي حد بيقول لي انا عايز اصمم الماتيريال، عايز اصمم ماتيريال لكورس كذا، بقول له لا معلش، تصميم الماتيريال ده مش بتاعنا. لازم تكون خدت كورسات متخصصه جدا في تصميم الماتيريال في كريكولم ديزاين. مش اي حد يقوم مصمم. طب كامبريدج بتعمل ايه؟ لونجمان بتعمل ايه؟ اوكسفورد بتعمل ايه؟ بيرسون بتعمل ايه؟ ماكميلان بتعمل ايه؟ دول فيهم لجان متخصصه. واحيانا انا بمسك الكتاب طبعا بعد ما خدت سلتا ودلتا، والدلتا فيها ان انا بحلل الماتيريال وبشوف مدى كفاءتها، بلاقي في اخطاء معينه. يعني بلاقي جوه الكتاب اخطاء في ترتيبه الاكسرسايزز او في مدى يعني effectiveness of the exercise. واصلا الدلتا فيها في الامتحان موديول 1 بيعلمك ازاي تنتقد الكتاب وتقول ايه اللي حصل وايه اللي المفروض كان يتحط هنا وايه الامباكت اون ذا ستودنتس. فده الدلتا بتعلمه لنا يعني. فما بالك بقى انت مش متخصص زي الناس اللي عملت الكتب اللي هي عندها بعض الاخطاء وعايز تصمم الماتيريال بتاعتك. انا ممكن احترم ده جدا لو انت هتلعب لعبه بسيطه بس في السياق تخليه مناسب للثقافه المصريه او لثقافه الدوله اللي انت بتدرس فيها، انما تصممها من الاول للاخر انا ما اقدرش اعمل ده. طيب الخطأ اللي بعد كده: not believing that less is more. طيب ده خطأ شائع جدا في تدريس الفوكابيلري. بعض التيتشرز وهو بيدرس الكلمة بيقوم مديهم كل المعاني اللي الكلمة دي بتحتملها. في الانجليزي ممكن كلمة واحدة يكون ليها اكتر من معنيين 3 4 الى ما شاء الله يعني. كلمة زي كلمة جات. طب هل انت كده ظهر فيرب جات في درس، هل انت كده هيبقى كويس ان انت تشرح لهم كل معاني كلمة جات؟ او انت مثلا في اول درس خالص مع beginners فبتعلمهم how are you I'm fine thank you، فكلمة fine I'm fine thank you fine like good، فانت عايز تزود لهم معلوماتهم
فبتقول لهم فاين دي كمان لو انت يعني عملت مخالفة بتاخد فاين، بتدفع فلوس. so like safe belt fine. وجبت لهم صورة حزام أمان. دخلت في حتة تانية خالص. this is overwhelming. درس المعنى اللي السياق عايزه فقط عشان العقل البشري ليه طاقة، فما ينفعش do not overwhelm your students. فأنا عارف إن ده بيبقى نابع من رغبة صادقة في إن أنت تساعد الستودنتس إن هم يبقوا أقوياء، تساعد الستودنتس إن يبقى عندهم حصيلة لغوية، تساعد الستودنتس يبقوا أحسن. أنت عايز الستودنتس بتوعك أحسن حد في الدنيا، ولكن don't overwhelm them. ده مش صحي. نيتك حلوة بس الصنيع ده او التصرف ده مش هيفيدهم. فخد بالك قوي من الحتة دي. don't overwhelm your students. وعايزك تصدق ان less is more. لو هو عارف 8-10 كلمات النهاردة وروح قادر يستخدمهم في الحياة، انت عملت انجاز جبار. غير لما يعرف 25 كلمة ولا 30 كلمة النهاردة ومش عارف يستخدم ولا واحدة. less is more. quality over quantity. وطبعا ده اللي احنا عندنا في المدارس عايزين نبدأ نروح في المنطقة دي. الناس اللي مكملين معايا ان شاء الله هقول لكم ازاي تاخدوا الهدية بتاعت الحلقة النهاردة. والهدية بتاعت الحلقة النهاردة lesson plan كاملة من سيلتا كانديديت عاملاها. السيلتا كانديديت دي جابت باس بي. فالليسون انا مش هقول ان الليسون بلان بيرفكت، ولكن منظمة جدا والستيجز بتاعتها واضحة والاهداف بتاعت كل ستيج واضحة وهكذا. وبشكر طبعا السيلتا كانديديت اللي سمحت لي بده. مش عارف اقول اسمه ولا لا، بس يعني ممكن ابقى استاذن منها بعدين. طيب not believing that less is more. الخطأ اللي جاي ده خطأ بيحصل حتى جوه كورس السيلتا مهما احنا وضحناه. اجباري الكمية في مناهج المدارس. انا عارف ان الموضوع ده اجباري، ونفسي الكلام اللي احنا بنقوله ده يوصل للناس اللي هم بيحطوا المناهج وبيحطوا الوقت جوه المنهج. عمر الكوانتيتي ما كانت هي الفكرة. انا يهمني اللغة كلغة. فكل ما نعلي الكوانتيتي كل ما الكواليتي بتقل، لان العقل البشري له يعني طاقة محدودة بس. فانا عارف انه مش بايدنا احيانا في بعض المدارس، عارف، وربنا يعين الجميع يا رب. الخطأ التاسع ده بيحصل جوه كورس السلطة حتى مع كل التحذيرات ضده. مازال بيحصل لان احنا تقريبا بنتولد بيه كمدرسين. لازم نخطأ الخطأ ده، واحيانا انا بمسك نفسي وانا بخطئه، بس براجع نفسي بسرعة وبصحح. ايه الخطأ؟ الخطأ التاسع وانت بتدرس vocabulary: going from word to meaning. يعني بتديهم الكلمة وتسألهم على المعنى. not from meaning to word. ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني what does orange mean؟ انا كده بدأت بايه؟ what does determined mean؟ انا كده بدأت بالكلمة. انا اديتهم حاجة صغيرة وطالب منهم حاجة كبيرة. طب الحاجة الصغيرة هي الكلمة، الحاجة الكبيرة هي المعنى. طب انت عايزه يديك definition؟ طب انت لو سألت native speaker قلت له what does determined mean كده وش، هل النيتيف سبيكر هيرد عليك في نفس اللحظة ويديك ديفينيشن، ولا هتلاقيه بيفكر شوية عشان يطلع الكلام مرتب ويطلع الديفينيشن واضح ويديك المعنى اللي فعلا كلمة determined تعنيه؟ هياخد وقت. فما بالك بقى بطالب عندك في الكلاس روم. انت متخيل ان انت بتقول له what does كذا مين، حتى لو هو عارف هيبقى قلقان يصيغها. او لو انا دلوقتي بقول لك what does determined mean، انت كمدرس شوف انت بتعمل ايه في الطالب. انت كمدرس دلوقتي وانت بتسمعني حاسس بايه؟ قاعد تفكر في الديفينيشن وهيطلع ازاي. فبلاش تسأل الطالب عن معنى الكلمة. don't go from word to meaning, go from meaning to word. انا لما عملت كده قلت what's this، انا اديتك عامل مساعد كبير قوي اللي هو رياليا، ومستني منك كلمة واحدة. اديتك سؤال ومستني كلمة. طيب كلمة زي determined هبدأ بإيه؟ لو هما level determined ده هيبقى مثلا intermediate أو أعلى شوية، لا ممكن intermediate. طيب هقول إيه؟ هقول what do you call a person who is really willing to achieve their goals in life and doesn't allow anything to prevent them. وابدأ أسمع منهم. هبدأ أنا اديته المعنى، اديته الديفينيشن. طيب الديفينيشن ما اشتغلش، ممكن اديله somebody like محمد صلاح. He is
فانا مستنيه يقول لي determined. طب لو الكلاس كله ما قالهاش، انا اديتهم دلوقتي، اديتهم تو كلوز. اول حاجه اديته ديفينيشن، تاني حاجه اديته مثال على شخص صفته كده، وما قالوهاش برضه. خلاص اقولها لهم انا، وانا ما احسش باي مشكله دلوقتي، انا مش هحس باي مشكله. تاني بفكركم الناس اللي هتكمل للاخر ليهم هديه حلوه، الليسون بلان كامله لدرس فوكابيلري من سيلتا كانديد، جايبه باس بي، واقول لكم هتاخدوها ازاي. وكل حلقه ان شاء الله هحاول يكون فيه هديه، وكل مره هتاخدوا الهديه بشكل مختلف عشان تفضلوا متابعين الحلقه للاخر. لان مش بحب الناس تتفرج على التسجيل، ولو انت بتشوف التسجيل ووصلت للنقطه دي، ان شاء الله السنه الجايه تتابع الحلقات من اولها وتاخد الهدايا برضه. طيب لو عايز الهدايا، تابع بقى الستوريز في انستجرام، لان احيانا كده بنزلها، فانت كل يوم خش على الستوري خلال السنه، بنزلها خلال السنه اكتر من مره الهدايا يعني. طب احنا قلنا from word to meaning، ده صعب على الستودنتس، تديله الكلمه ومستنيه يديك المينينج. انت كده بتديله الكلمه وهي حاجه صغيره ومستني منه الكلو. لا، انت اللي اديله الكلو واستنى منه الكلمه اللي هي حاجه صغيره. طبعا الستيشن تكنيكس اتكلمنا فيها قبل كده. طيب do not go from word to meaning، go from meaning to word. تمام. الخطأ اللي بعد كده، احنا قلنا go from meaning. الخطأ اللي بعد كده في تدريس الفوكابيلري، الخطأ اللي فات احنا قلنا don't go from word to meaning، go from meaning to word. خطأ دلوقتي ما تأفورش في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني انا اديتهم definition لكلمة determined في الخطأ في المثال اللي فات، اديتهم definition ما عرفوش. وخد بالك ان انا استخدمت كلمات بسيطة جدا في الديفينيشن، كلها اسهل من كلمة determined، لان بعض المدرسين بيخطئوا الخطأ ده، انا مش كاتبه يعني، ولكن ان انت تديهم في الديفينيشن كلمات اصعب من الكلمة نفسها. زي مثلا كلمة لابتوب، تلاقي المدرس بيقول له it's a device. طب واحد لسه بيتعلم كلمة لابتوب هيعرف كلمة ديفايس؟ مش هيعرف. فالديفينيشن لازم يكون اسهل. وطبعا كلمة لابتوب ليها صورة او موجود معاك، فما تستخدمش ديفينيشن اصلا. ماشي. طيب انا اديتهم ديفينيشن ما عرفوش، قمت مديهم مثال بمحمد صلاح، ما قالوليش برضو كلمة determine. اقول هنا don't over elicit. بعض المدرسين بياخدوا الاليسيتيشن لو ما حصلش، لو الطلبة ما ادوهمش الكلمة بياخدوها على اعصابهم وبيحسوا ان هم قصروا جدا في حق نفسهم، ان انا ما بعرفش اعمل اليسيتيشن. لا، الموضوع مش كده خالص. انت اديته، اخترت انسب طريقتين تديهم بيها كلوز. طبعا ده بيحصل وقت البلاننج. انت مش هتدخل الكلاس روم تفكر انا هعمل الستيشن ازاي، لا، انت بتبص على الكلمات. الكلمه دي يناسبها صوره، الكلمه دي ليها رياليا معايا لابتوب، الكلمه دي يناسبها كذا، الكلمه دي يناسبها كذا. الكلمات كلها يناسبها بيكتشرز لو كانت كونكريت ايتمز، زي الفل، مفيش اي مشكله. طيب كلمه determined، انا شايف ان هي يناسبها definition واكزامبل. طيب كلمه ما جاتش، don't over elicit. ما تستخدمش الاسلوب الثالث. خلاص بقى، انت كده بتضيع وقت وبتعمل حاله من الفرستريشن في الكلاس روم، وحولت الموضوع من حاجه لطيفه وانتراكتيف لحاجه مزعجه، والطلبه هيبقوا قاعدين مش عارفينها. هم مش عارفينها، انت مش هتطلع حاجه هم مش عارفينها، مش بالعافيه. فاهم قصدي؟ بس don't over elicit. الاليسيتيشن على الرغم ان هو حاجه كويسه وانتراكتيف، لو زادت عن حدها بتعمل حاله من الفرستريشن في الكلاس روم. الخطأ الأخير not knowing which words exactly students need. ده امتى؟ طب انا امتى بدرس كلمات اصلا؟ انا بدرس كلمات لو انا داخل عايز ازود لهم حصيلتهم اللغويه، ده لو المين ايم بتاعي فوكابلري. بدرس كلمات لو هم هيقروا او هيسمعوا وعايزهم ما يتشتتوش في معاني الكلمات الصعبه، او عايزهم يتكلموا في الاخر، وعشان يتكلموا كويس لازم يكونوا عارفين بعض الكلمات عشان يقدروا ينتجوا التاسك اللي انا عايزهم ينتجوها. دي من اشهر الثلاث حالات اللي احنا بندرس فيهم كلمات، لو المين ايم فوكابيلري، لو عندك ريسبتيف سكيلز، لو عندك برودكتيف سكيلز. وطبعا ممكن نعمل برضو بري تيتشنج لو عندك تاسك فيها كلمه صعبه. يعني مثلا انا النهارده شفت درس كان فيه كلمه جوري، والتاسك كان فيها الكلمه دي. طب هل انت متاكد ان الستودنتس عارفين معنى الكلمه دي، ولا انت محتاج تعمل لها بري تيتشنج؟ طب هل هي كانت in an idiomatic use ولا كانت الكلمه لوحدها؟ طب لو التاسك انا هعرف ان اذا كانت حاجه سلبيه ولا ايجابيه ولا I'm not sure
وهحطها ازاي، هعمل لها كاتيجورايزيشن ازاي لو انا مش عارف معناها. فاهم قصدي؟ فلازم اعمل بري تيتشنج الاول عشان اعرف احل التاسك. يبقى الاربع حالات لو قبل reading او listening receptive use او productive use او المين aim vocabulary او pre teaching for a task. طبعا في حاله خامسه اسمها emergent language، ودي لو ملهاش علاقه بالدرس ممكن تعتذر وتقول له هجاوبك بعدين، او تقول له هندور عليه، او تعلمه يدور في القاموس، او تجاوبه بسرعه. يعني الايمرجنت لانجوج على حسب هي ليها علاقه بالدرس ولا هتعمل ديفيشن وهتشتت الطلبه التانيين. ودايما انا بضرب المثل ده في كورس سيلتا بريباريشن مع الناس، بقول لهم انا في طالب سالني وات داز بقدونس مين، وانا كنت بشرح بريزنت سيمبل او بريزنت كونتينيوس، كان درس جرامر يعني. فهو دخل يعني في وسط ما انا بشرح جرامر بيقول لي يعني ايه بقدونس يا مستر. فطبعا دي حاجه اسمها emergent language، فانا ابتسمت وقلت له it seems like you are hungry I'll answer you later، ومشيت الدنيا. فدي الاخطاء اللي انا كنت مجهزها النهارده. فالخطا الاخير لازم تبقى عارف هم محتاجين ايه عشان يعرفوا يقروا بسلاسه او يسمعوا بسلاسه وما يتشتتوش في معاني الكلمات الصعبه. وزي ما قلت قبل كده ما بنختارهاش على مزاجنا، لا لازم ليها كرايتيريا معينه. برضو عشان يتكلموا انا محتاج اديهم ايه، هل الكلمات الريليفنت اللي هم محتاجينه ولا ريليفنت. لازم اكون مركز جدا في الحته دي، والكلمات تكون ريليفنت اللي هم محتاجينه سواء ريسبتيف يوز او برودكتيف يوز. تمام. الاخطاء اللي انا ذكرتها يا رضوى، طيب تاني بسرعه، انا مش عايز بس مده اللايف تطول. اول خطا اتكلمت فيه telling not asking، واستخدمت البرتقانه، لازم يعني البرتقانه عشان البرتقانه دي دمياطي شويه. رقم 2 going through the words one by one. instead you can create a matching task. واتكلمنا عن الماتشنج، ممكن يبقى بالماتش مع الديفينيشنز او على حسب المستوى، ممكن تبقى matching words with pictures or matching words with synonyms with antonyms على حسب مستوى الطلبه في الكلاس روم. ثالث حاجه explaining the degrees without using a line. رابع حاجه over reliance on pictures. خامس حاجه showing the students the written form before they know the meaning and pronounce it correctly. سادس حاجه asking the students to put the words in a sentence right after they learn their meaning. Like this is very challenging، وشرحت الحته دي باسهاب وضربت كذا مثال. رقم 7 ان احنا بندرس الكلمات اللو فريكونسي قبل الهاي فريكونسي احيانا، دي غلطه. الغلطه رقم 8 ان احنا not believing that less is more overwhelming with every meaning that the word carries. Number 9 we go from word to meaning. انت بتوريهم الكلمه او بتديهم الكلمه وبعد كده بتسالهم على معناها، واحنا قلنا go from meaning to word. الخطأ العاشر over elicitation. الخطأ ال11 ان انت ما تبقاش عارف انهي كلمات بالظبط relevant اللي هم محتاجينه. الناس اللي فضلوا موجودين معانا لحد الساعة 12 نبعت لساندي، انا عامل لها منشن بعد ما اللايف يقفل، هتلاقي ساندي معمول لها منشن في اللايف ده. ابعت لها او ابعت لها قول لها هدية الحلقة الاولى الموسم الثالث، هتبعت لك ملف PDF. كل اللي هيبعت لحد الساعة 12 هيتبعت له، حتى لو ما قدرناش نبعت لكل الناس النهارده هيتبعت لكل الناس اللي بعتت لحد الساعه 12 اللي هم معناه، يعني ما معناه ان هم كانوا حاضرين اللايف هيروح لهم الهديه. لو ما لحقناش نخلص كل الناس النهارده هنبعت بكره. وبرده يعني اثبت حضورك بكومنت، بس يعني الكومنت لا يغني عن الرساله اللي هتبعتها لساندي اول ما اللايف يخلص. حاول تبعتها قبل الساعه 12. تمام. طيب الملف PDF ده هو عباره عن صفحه واحده، هتلاقي فيه كلمه داونلود، بطن كده لونه احمر، هتضغط عليه هيوديك على جوجل درايف، هتلاقي ليسون بلان كامله باللانجوج اناليسيس شيت بتاعها. انا ما بقولش ان هي ذا بيرفكت ليسون بلان، ده كان احد الكانديديتس اثناء التدريب نفسه، ولكن هيوريك النظام وهيوريك البروسيجر مكتوب ازاي، وهيوريك الستيجز والايمز والستيج ايمز والانتراكشن باترنز والتايمنج بتاع كل ستيج. وهو درس كان مدته 45 دقيقه واتدرس في الحقيقه في كورس سالتا. تمام. وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى تكون الحلقه كانت مفيده، وشكرا. السلام عليكم.